طيب الآن رجعنا بعد غياب مرة طويل للسيرفر. ممكن تلاحظ إني عندي دروع دايم مطورة وأسلحة وإلى ترى. بس جاء عبودي ما أدري إيش هذا المعرق في السيرفر كل شوية يلعب. جاء اداني دايموند وما أدري إيش، سويت لي دروع أشياء ما أدري ليش أخذت الأشياء وما كنت قاعد أصور. اليوم رجعنا للسيرفر وعندنا فكرة مرة أسطورية. بس قبل كذا، هذا الصندوق ما يخطى من بينجوين. هدية من بينجوين ليك ولمتابعيك. اوكي. واو. احا احا عدان 6 دايموند، واحد انشن دبري ولابز وكوبر. شكرا شكرا مرة يا بينجوين على هذه الهدية. بس لي وللمتابعين خلاص يا متابعين. اي واحد يشوفني لي حصة من هذا الدايموند. تمام. المهم فكرة فيديو اليوم إن حنسوي فارم للخشب. حنسوي لنا محل أسطوري في الأسبوع اللي الشباب مرة اشتغلوا فيه وغيروا مرة أشياء كثير في الأسبوع. باون هاب. الشباب مرة متفلتين. إيش هذا الأسبوع هاب المرة كبير؟ وش إيش هذا؟ راح شوف قدرات الشباب تحت إيش مسوين في الأسبوع بس. يعني انا مره ساحب في السيرفر، ما سويت لي غير هذا البيت الصغير والسبب مسوين هذا الاشياء في الاسبوع. بس حاليا لازم ننافسهم. حاليا بسوي لنا فارم مره اساسيه في السيرفر، ولازم تكون موجوده في كل عالم ماينكرافت، اللي هو فرم الخشب. يعني تكسير الخشب شيء مره ممل. حاليا بسوي لنا فرم خشب ونبدا نطلع لنا دايموند من السبون. فخلونا نروح نجمع موارد الفارم. واو، كريبر. لا لا يا اخي الكريبر. عدنا من الرحلة الاستكشافية بسبب الفرشن الأسطوري. جمعنا هذه الموارد اللي في فترة قصيرة جمعناها أكثر من الموارد اللي جمعتها في الرحلة الاستكشافية اللي فاتت. فخلينا الحين نحرق الأيرون. أحتاج 44 هوبر. أحتاج أيرون مرة كثير كذا. طيب الآن راح أحكي لك الأشياء من هي فويس أوفر عشان أختصر وقتك الثمين. عشان كذا حط لايك. أول شيء جبت مندق لايتر عشان يسهل التنقل، عشان التنقل في ماينكرافت برجولك شيء مقرف. efficiency لا، يعني مفيد بس لا. دبا مندق بس. أخيرا مندق ورخيص. وصلنا. خلينا نثبته. هذا مندق ب16. نثبته درج. الله. ثانك يو. يعني لايترا and mending. نايس. and power. 7 breaking. أخيرا البريكنج تري. طيب و بريكنج تري. طيب تمام. هذا كذا هذا كذا. يا سلام، دمجنا الشيست بليت بالإلايترا. بعدين رحت أجمع خلايا النحل عشان نحتاج شوية من المتابعين للفارم. انت يا عسل حط لايك. بعدين بنيت صندوق عشوائية عشان أجمع من المتابعين. بس اكتشفت إنه لو قعدت أجمع عسل زي كذا، محمد اكس دي راح يرجع لليوتيوب قبل ما أخلص. فقررت أبني فارم في النذر، ويا ليتني قعدت على الصندوق عشان اضطريت أبني الفارم مرتين وأفكت لين ما قلت بس. اوكي باك رجعنا وبدأت فارم نفس هذه واحدة تانية هنا، خليت النحر هنا حرين لأنهم صاروا كثيرين بزيادة. لأن الفارم هذه مرة بطيئة. فقعدت فترة طويلة فترة جمعت بس 34 بلوكة عسل. بس خلاص هذا العدد الكافي اللي نحتاجه لهذا. وخلاص نسيب هذه الناحية. ما أدري، ممكن في المستقبل أسوي متجر نحل، متجر عسل.
بعدين سرقت سلايم من اس اف جي وبنيت الفارم اللي ما تشتغل. تخيل لو جمعت سلايم بنفسي كنت راح انتحر لما اعرف ان الفارم مو شغالة. اوكي، والان عدنا، واخر مرة سجلت تقريبا قبل اسبوع كنت قاعد اسجل. المهم بعد ما خلصت هذه الفارم اللعينة من اول ما بتشتغل، ولين الان ما عرفت كيف اشغلها. تعبتني كل مرة اروح اعدلها واعدل في الدوبليكيتر وما ادري ايش. الفارم هذه ما بتشتغل، خلاص بهدمها وببني فارم تانية بس. خلاص الان طفشت من ذا المشروع، من مشروع الخشب. فخليني اضبط البيت من الداخل، لانه لي 3 اسابيع تقريبا بهذا البيت، والبيت فاضي من جوا، وكرهت التعامل مع الخشب. حاليا عشان ابدا المتجر احتاج تقريبا 4000 حبة خشب و8000 فليف. يعني بعدين خلينا حاليا نبدا اسس البيت من الداخل. اوكي طيب، والان خلصت من بناء البيت. بناء البيت خلصت من تأسيس الطابق الأول تقريبا، وطفشت من البناء. يعني نشوف هذا تصميم الطابق الأول زي كذا، يعني مو أحسن حاجة، بس كان مو أسوأ حاجة. وهذا الطابق الثاني جاك ريبر فجروا هذا المكان، وحاليا خطيت شموع عشان ما يرسم من الكريبر وخلاص. حاسس بعدين، وخلينا نرجع لشغلنا الأساسي اللي كنا قاعدين نشتغل فيه، وهو نبني المحل في السفون. ف ايش بيسوي الآن؟ ايوه، لازم اجمع 8000 حبة ليف. يلا خلينا ننطلق. اوكي، انا هو في نص التجميع اكتشفت انه شيء اساسي في المشاريع الكبيرة انا ما عندي، اللي هو الشولكرات. يعني انا ما عندي حاليا غير شولكر واحد، هذا اس اف جي اعطاني هدية وبس. ف كيف اقدر اسوي مشروع كبير وانا ما معي شركات عشان اجمع الموارد الكثيره؟ فالان بنروح النذر، اجيب شركات. بس قبل ما نروح النذر، احط المقصات هنا. لازم احتاج بو عشان الشولكرز كائنات كريهه، مره صعب تقتلهم بدون الاسهم ومدري ايش ويطيروك. فشوف، اسهل طريقه انك تقتل الشولكرات هي الاسهم. باور. اوكي. بانش. بريكنج باور. فليم. انفنزيوم بريك. بانش 2. 27. خلاص كده جبنا اقوى بو في اللعبة. انفينيتي بريكنج فليم باور 5 و بانش. اول مرة لي اروح الجانب الاخر من النذر. اوكي. نايس. دحين لي 1122 يوم في السيرفر. اول مرة اروح النذر الكبير. النذر الاند. 2000 years later. اوكي، اخيرا لقينا قلعة. انا ما ابغى اليترا، بس ابغى هذا الشوكرات. افتح. موت. كريه. طيب، ما اظن ان 4 شوكرات تكفيني. احتاج شوكرات احتاج شوكرات زيادة. طيب، وخرج ده من يدي. بس اللي اطيح في الفويد وابكي. هم 3 وحنا 2 والمركبة ما تكفينا، جيبوا شبح 97 مكان ما نبغى تودينا، يا ليلة دانا ودندانا. هليلة.
هم ثلاثة وحنا اثنين والمركبة ما تكفينا، جيبوا شبح 97 مكان ما نبغى تودينا، يا ليلة دانا ودندانا يا ليلة. هم ثلاثة وحنا اثنين والمركبة ما تكفينا، جيبوا خلاص 34. يعني 34 كم؟ 17 شولدر. خلاص تمام. باك تو هوم. خلاص بعدين بعد ما رجعت من الاند عبودي اعطاني تصميم فارم مرة سهل وتشتغل في السيرفرات بدون اي مشكلة ومرة بسيطة، ما احتاج عسل ولا سلايم ولا استكات هوبرات وانا متعب نفسي على الفاضي. المهم شكرا مرة لعبودي على الفارم. طيب والآن عدنا بعد ما خلصنا بناء الفارم مزرعة الخشب وهذا البون ميل اللانهائي اللي يجي مع الخشب. الفارم هذه مرة أسطورية، تطلع لي بون ميل مرة كتير وأنا أقدر أفك هناك، خلاص ما أحتاج أجمع ولا تعب نفسي، خلاص بون ميل لا نهائي. قعدت أفكت في الفارم هذه 10 دقائق، وهذه الكمية اللي جمعتها من الخشب مرة أسطورية. تقريبا كم 8 ستاكات من الخشب. بس بنت فيك 10 دقائق، يعني الفرم هذه مرة أسطورية. فالآن أنا حاليا شغل هذا وبقعد أفك هنا، شغل أوتو كليكر، بقعد أفك هنا لين ما أجمع الكمية اللي أبغاها من هذا. أنا طافي صوت اللعبة حاليا لأنه الفورم هذه مرة مزعجة. فحاليا حقعد هنا وأفك لين ما أجمع الكمية اللي أحتاجها عشان أبني المحل، فنشوفكم بعدين. اوكي والان عدنا بعد ما فكنا فترة في هذا الفارم الخشب وجمعنا هذه الكمية الخشب اللي نحتاجها الاوكوود عشان نبني المحل. و خلينا نحط هذه في الاسبوع عند المحل عشان نروح نجمع المورد الثاني اللي نحتاجه اللي هو الليف. الان خلاص بعد ما حطينا البلوكات هنا، المحل اللي حنبنيه هنا حيكون مرة كبير، بس خلينا نجمع باقي الموارد. الآن لازم خلينا نروح نكمل تجميع الليفز لأن جمعت شوية ليفز مع إن سحبت على الموضوع. خلينا نكمل تجميع الباقي، الليفز سهل مو شيء صعب زي كده. اوكي خلاص جمعنا الليف كالشجر، وباقي الموارد اللي حنجمعها بسيطة. هو أكتر شيئين حنستخدمهم الوود والليف. يلا خلينا نروح تجميع بسيط لباقي الموارد. طيب والآن رجعنا بعد ما جمعنا كل الموارد. هنا الليف حق الشجر بالكامل جمعناه، وهنا الخشب الكثير، دول أكتر موارد. وهنا شوية جراس عشان الأرضية وديرت. وهنا الموارد المتنوعة لتصميم المتجر الداخلي وتفاصيل خارجية. فالآن خلوكم مع الريبلي. طيب زي ما انتم شايفين الان هذه لقطة ريبلي الشجرة. ما ادري ليش صار مشكلة في التسجيل ما تسجل من بداية البناء، تسجلنا هنا من على نهاية الشجرة بس. لكن هذه الشجرة مرة طولت البناء، قعدت ابني تقريبا 1.5 ساعة وانا قاعد بس ابني في ماينكرافت وخلاص. اوكي باك رجعت بعد ما خلصت بناء المتجر المرة اسطوري، والشباب مرة هنا غيروا في السبون مرة، سووا هنا طرقات المحلي وما ادري ايش، وهنا هذا المتجر الجديد. يعني شباب مرة شغالين. حتى عبودي هنا بنى محل كونكريت. حاليا تعال شوفوا المحل، جبت معي شوية بضاعة للمحل. هذا شكل المحل النهائي، شوف زي كده. واو المحل مرة رهيب. شوف الشجر كيف الأنوار والفوانيس فيها، يعني مرة رهيبة. طيب لما تيجي من هنا شوف هذه اللافتة، ويلكم في محل أمونس. اوكي تيجي من هنا الباب
اوكي هذا شكل المحل. شوف كيف هنا الشجرات، المفروض هنا احط ما عليك، ترجع لازم احط بارل هنا بس. هنا في صناديق، هنا الاوك والسبروس والبيرش، وهنا الجنجل. يعني جاي مرة هنا رهيب. وهنا يقول لك الدفع هنا زي كذا، هنا تدفع. وحاليا جايب هنا شوية بضاعة عشان أعبي المحل. طبعا أعبي هنا الأوكل معايا، خليه هنا البيرش. اوكي طيب، وجبت معايا هذه اللوحات. اوكي ما يجي واضح. نحط اللوحة كذا مثلا، نحطه هنا 1 stack 2 diamond، 1 stack 2 diamond. نفس الشيء في هذا بيرش 1 stack 2 diamond. وبعدين بظبط هنا الجنجل. بس خلاص تقريبا كذا انتهينا من المحل. قيموا لي المحل من 10، شوف التصميم الداخلي كيف، كأنه شجرات جوا شجرة. طيب والتصميم الخارجي كمان قيموا، شوف كيف الشجرة طالعة مرة رهيبة. وكذا خلاص نكون وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناة، وسلام.